السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. مبروك عواشركم، مبروك عيدكم. اليوم درت لكم التورتينات هادو بالكريمه باسيتشيرا والفروي طريين. ولادي طلبوني عليهم، انا غنقول لكم المقادير ديالهم ساهلين وزوينين. غنحتاجوا بيضه باش نديروا الباستا فرولا. غنحتاجوا 70 غرام ديال السكر سنيده. غنحتاجوا سينامال ديال الزيت. انا ما تنديرش فيها الزبده لحقاش باستا فرولا كما تعرفوا تديروا فيها الزبده، انا ما تنديرش الزبده. غنديروا نص معلقه ديال الخميره الحلوه كما تشوفوا. تعطلت انا نصيب الحلوه لحقاش هما بغاو هادي وهادي، يعني خاصها تصيب حتى الاخر النهار يعني النهار اللي غتكال فيه، يعني ما يمكنش غنصيبها نصوبها قبل باش حيت ماشي حيت طريه، خاصها تاكل طريه، يعني خاصها تكال طريه. وغنخلطوا هذا الخليط بحال هكا. الطريقه دي سهله البنات وزوينه. والدقيق غنحتاجو في الدقيق 220 غرام ديال الفرينه ديال الدقيق. وغنبداو نديرو بشويه بشويه، يعني ما نديروش كلشي في خطره، نديرو بشويه بشويه ونخلطو بيدينا بحال هكا. ولادي تيموتوا عليها البنات هاد الطريقه، هاد التورتينات هادو بالحليوات الصغيرين، يعني بالكريمه باتيسري و نبقاو بحال هكا نجمعوا فيها حتى تعود الخليط ديالنا، يعني مابقاش يتلصق لينا، يعود خليط واحد. وغتقيسوا العجينه غنوريكم كيفاش غتعود. تيجيو زوينين، تيجيو شهيو. تقدر ديريهم في، يعني في الاعياد، تقدر ديريهم في شي عيد ميلاد بحال هكا ديال الدراري الصغار، تقدر ديريهم في شي مناسبه، يعني تكون غادي معروضه، تقدر ديريهم في توجديهم في حتى لنفسك، يعني تكوني غير في الدار. تجي ساهله، حيت طريقه ساهله وزوينه. انا باش عجبتني الطريقه هذه لحقاش ما فيهاش الزبده، حيت راكم عارفين الباستا فرولا كتكون كما قلت لكم في الاول خاصها الزبده بزاف. ولكن هذه الطريقه بالزيت تجي هائله رائعه. تجي بحال رطبه، بحال دايرها بحال مصيبه، بحال دايره فيها الزبده، هي راه فيها غير الزيت. ودابا درنا شويه دقيق في يعني فين غنعجنوها، وغتبقاو دلكوا فيها بحال هكا. تجمع لكم مزيان. شتي البنات، ها هي دابا عادت مجموعه. ودابا يعني غنسرحوها بالدلاك مدلك. غنوريكم طريقه كيفاش نصايب هذوك الوريدات، طريقه زوينه، يعني تقدروا تصايبوها حتى نتوما في الدار. تنسرحوها بالطريقه هذه كما تشوفوا. خاصها تكون يعني تكون رقيقه، ماشي رقيقه بزاف تخلو فيها
جوج 3 سنتيمتر، يعني ما تكونش رقيقه عاوتاني، ما تكونش غليظه عاوتاني بزاف، باش ما تجيش يعني الباستا ديالنا غليظه وما تجيش رقيقه بزاف. طريقه عاديه. دابا هاد المره درت لكم الطريقه، المره الجايه غندير لكم واحد الطريقه بالورده تجي زوينه هائله بطريقه اخرى. دابا غناخذوا هاد الكارطه هادي ديال الحلوه، هاد الكويغطات ديال الحلوه باش غنديروا فيهم الفورمه. غناخذوا مخاوين، غديروا جوج حيت باش يكونوا شويه يعني باش تشد الكارطه، راكم عارفينها تتكون يعني دايره، تكون خفيفه، خاصها شي حاجه باش تقال، يعني تنديروا جوج ولا ثلاثه على حسب. انا تندير جوج. ودابا غناخذوا هذا المقطع هذا في يد النجمه وغنقطعوا العجين ديالنا اش كيتقطعات البنات. هاد المقادير هادو تيخرجوا لكم 15 وحده، يعني الا بغيتو ديروا بالزايد غدوبلوا المقادير. وزوينين في هذا الصيف، راكم عارفين مع الصيف تيكون بنادم تيكون باغي شويه الفروي طريين. تناخذ دابا النجمه ديالنا ستاله ديالنا وتنحطوها فوق الكارطه باش تاخذ لا فورما ديال، باش تاخذ لا فورم ديال بانها ديال السله بحال السليله، هي ورده ولا نجمه ولا ورده اللي كاين بحال كما بغيتو تسموها. شفتي بهذه الطريقه هذه تجي هائله. نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم وعيدكم مبارك سعيد. تنشكركم كاملين، تنشكر كاع البنات اللي تتبعوني، تنشكر العائله ديالي، الاخوات، راكم ديما 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 عزازين عليا. وتنتمنى هذا الفيديو يعجبكم البنات، وتخلوا لي واحد شي تعليق زوين، واحد اللايك ديالكم باش تدعموني. تنكملوا بهذه الطريقه، تنكملوهم كاملين. دابا غنكمل وغنوريكم يعني كل شيء كيفاش جا. هاد الطريقه هذه راه كما قلت لكم تقدروا ديروها في اي مناسبه، حتى في عيد ميلادات، في شي حفله بغات تمشي لشي واحد معروض، شي الناس تيجيو هائلين. هاد العجين هذا تيخرج لك 15 يعني 15 سليله وريضه ولا نجمه كما بغيتو تسميوها، هي تجي هائله. انا في الطاوه هذه جاوني غير 12، لكن شي الاخر غنديرو في الطاوه اخرى ماشي مشكل. غتدخلوها الفرن، الفرن غتشعلو على 180 درجه وغتخليوها غير 15 حتى ل 20 دقيقه. نتمنىكم تجربوها. هما البنات دابا نخشيو في الفرن 180 درجه 15 حتى ل 20 دقيقه. ودابا غنوجدوا الكريمه باستيتشير ديالنا، كريمه باتيستري. غنديروا 300 غرام ديال الحليب. الحليب البنات ما خاصوش يكون طيب، خاص غتسخنوه فقط، يعني غير سخن. غنزيدوا عليه فاش يسخن غنزيدوا عليه بوستينه ديال الكريمه باتيستري ديالنا، كريم باتيستري. غنخلطوه شويه بحال هكا ومن بعد غنطربوه. انا هاد المره ما درت لكمش كريمه باتيستري في الدار، المره الجايه ان شاء الله غنديرها لكم. دابا غنديرو في هاد الكاس هذا وغنطربوه. ها هو البنات خرجوا من الفران. البنات انا درتهم 20 دقيقه، ولكن نتوما ديروهم 15 حيت خاصهم ما يتحمروش، ما محروقينش، ولكن ماشي مشكل، راهم ما محروقينش، غير هي خاصهم يكونوا شويه ما يكونوش محمرين شويه، ماشي مشكل. سمحوا لينا، هادشي هو اللي كما جات اليوم انا وريتها لكم. دابا نطربوا الكريمه باتيستري ديالنا باش ما تجيناش فيها الكرومي، يعني ما يجوش فيها الحبيبات. نطربوها مزيان يحيد منا كاع داك الكرومي.
باش تجي هائله. انا باقي غنعاود نطربها باش تجي عاقده شويه. وهادو هما الفروي ديالنا اللي غندير فوق باش غنزين بهم التورتينه ديالنا. دابا البنات باش بغينا نحيدو الكارت هذا نحيدوه من هو دافي، يعني ما يكونش بارد وما يكونش سخون باش ما يلصقليناش. تجي هائله، شفتوا كي تجي تعطي منظر، يعني حتى العين حتى هي تاكل. يعني العائله كانت واحد الحاجه زوينه، شوف البنات كي تجي لا كانت زوينه حتى العين يعني حتى الانسان تيعشق ياكلها. اما كانت شي حاجه مخربقه يعني تشوفيها واخا تكون زوينه لذيذه تتقول راه ما تكونش زوينه، ولكن الا كانت الحاجه زوينه يعني تتيرك باش تاكليها تتيرك. وهاد الكويرطات ديال البنات نقدروا نستعملوهم مره اخرى، يعني ما تلوحوهمش، ديروا فيهم المارفين، ديروا فيهم شي حاجه اخرى، يعني راه ما وسختهمش. ودابا غنعمروا التورتينات ديالنا بالكريمه باتيستري كما شفتوا بحال هكا، وغنزوقوهم من الفوق نزينوهم بالفروي الطري ديالنا. انا درت الفريز، درت ما عرفتش سميتهم بالعربيه هادو الموري واللامبوني ما عرفتش سميتهم بالعربيه. كومون هادو التوتات تجي هائله في التزيين وحتى في المنظر بهالطريقه هذه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم البنات، وتخلوا لي واحد التعليق زوين واللايك، وان شاء الله نشوفوا في فيديو جديد. وعيد مبارك سعيد، تنشكر كاع الناس وتنهنيهم بهذا العيد السعيد، يدخل عليهم بالصح والسلامه ان شاء الله. وانا فرحانه بزاف نشارك معكم هذا الشيء. بالسلامه عليكم، ونشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد.